ولهذا تشوفون بالهجوم على بيت الزهراء للمهاجمين إن في الدار علي لو إن في الدار فاطمة. ليش فاطمة؟ المرأة إلها شنو؟ إلها خصوصية. شلون يحرق دار؟ الدار دي امرأة وبأطفال. أمير المؤمنين ما قالوا إن في الدار علي، قالوا إن في الدار فاطمة. فالمرأة إلها خصوصية. هاي الخصوصية تقدر تستغلها المرأة لخدمة دين الله في بعض الانعطافات الخطيرة، كما فعلت مريم مع وجود زكريا. بس تشوفون التركيز كله كان على مريم، لأن زكريا بس يتحرك يصفوه. والرجل الرسالي مو دائما ينطي نفسه يكون ينقتل، بالبداية يكون يحافظ على نفسه، يؤدي مهمته، من بعد ما يكمل مهمته ذاك الوقت اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، كما فعل علي. شوفون أمير المؤمنين في فترة حافظ على نفسه، في فترة أخرى راح للموت برجليه. السيدة الصديقة الكبرى هكذا فعلت بوجود علي بن أبي طالب عليه السلام. أصلا هم المهاجمون كانوا يتمنون أن الزهراء ما تتحرك، علي بن أبي طالب يتحرك حتى يقتلوه يصفوه يخلصون منه. ولهذا علي بن أبي طالب لما دخل للمسجد ملببا بحمائل سيفه كان يقول: ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني لولا موقف الزهراء. مخططهم كله أنهته، وإن كان ضريبة ذلك نفسها وجنينها وإلى آخره. فالسؤال ليش تقدمت الزهراء صحيح، والجواب ثقافة قرآنية. تقدم امرأة لخصوصية فيها وعندها مساحة أكثر من غيرها، فماكو مانع أن تؤدي دورها، وإن كلف ذلك ما كلف في نهاية المطاف.